لو قلتلك تعالى نرجع بالزمن مع بعض 1000 سنة لورا ونتخيل إنك ماشي في شوارع لندن أو باريس في الزمن ده، عارف هتشوف إيه؟ شوارع طين وضلمة كحل وأمراض وأوبئة بتقتل بالآلاف، والناس بتعالج المرضى بالسحر والشعوذة. أوروبا كانت بتعيش فترة بيسموها العصور المظلمة، والجهل كان هو السائد. وفي نفس اللحظة دي لو رحت على بغداد أو دمشق أو قرطبة في الأندلس هتشوف عالم تاني خالص، شوارع مرصوفة ومضاءة بالليل ومستشفيات أو بيمارستانات بتعالج الناس بالمجان، وفيها غرف عزل ومكتبات عملاقة وعلماء قاعدين بيفككوا ألغاز الكون. وده العصر اللي اتسمى بالعصر الذهبي للإسلام. النهاردة أنا جاي أحكي لك قصة غريبة شوية، قصة إزاي الغرب اللي بننبهر بيه النهاردة بنى حضارته وتطوره على أكتاف العلماء المسلمين العرب، وإزاي إحنا نسينا ده وحاسين إن إحنا أقل منهم. يلا بينا نفهم القصة وركز معايا في اللي جاي. شوف يا سيدي، أي تطور تكنولوجي أنت ماسكه في إيدك النهاردة، الموبايل ده، اليوتيوب اللي بتتفرج عليا منه، الفضل فيه بيرجع لعالم مسلم اسمه الخوارزمي. الراجل ده هو اللي أسس علم الجبر، وهو اللي حط مفهوم الألجوريزم أو الخوارزميات اللي هي لغة البرمجة اللي قايم عليها الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كله. اسم الخوارزمي اتنحت في التاريخ الغربي، وتقريبا مفيش مبرمج في العالم ما يعرفوش. ولو رحنا لعلم الفيزياء والتصوير، فالكاميرا بتاعت الموبايل بتاعتك أصلها كلمة عربية اسمها القمرة، واللي اكتشف الفكرة دي هو العبقري الحسن بن الهيثم. الراجل ده قعد في غرفته المظلمة وصحح للعالم كله ولليونانيين مفهوم الإبصار. قال لهم العين مش بتطلع نور عشان تشوف، النور هو اللي بينعكس على الأجسام ويدخل العين. ابن الهيثم هو أبو علم البصريات الحديث. طب تعال نروح للطيران. بنسمع دايما إن الأخوين رايت هم أول ناس تطير، بس الحقيقة إن قبلهم بقرون كان في مهندس وعالم مسلم اسمه عباس بن فرناس. الغرب حاول يصوره مجنون وركب جناحات وطار ووقع مات، بس دي كذبة تاريخية. ابن فرناس درس الديناميكا الهوائية وعمل طيارة شراعية حقيقية وطار بيها مسافة، ولما نزل اتعور في ظهره لأنه ما عملش حساب الديل في الهبوط، وعاش بعدها سنين طويلة وما ماتش في وقتها زي ما سمعنا. ده كان أول مهندس طيران في التاريخ. وفي علم الاجتماع عندك ابن خلدون اللي أسس العلم ده كله من الصفر في المقدمة بتاعته. ونروح للطب، كتاب القانون في الطب لابن سينا وكتابات الرازي في الجراحة كانت هي المراجع الأساسية اللي بتدرس في جامعات أوروبا لحد القرن ال17. الغرب كان بيترجم كتبهم كأنها كنز نازل من السماء. عارف إيه أكتر حاجة تثبت لك إن الغرب أخد علومه مننا؟ لغتهم. الكلمات العلمية اللي بيستخدموها لحد النهاردة بتفضح أصلها العربي. وهديك أمثلة. علم الكيمياء اللي أسسه العالم جابر بن حيان، كلمة كيمستري أصلها العربي الكيمياء. وعشان تعرف المسلمين العرب عملوا إيه، فالكيمياء الحديثة فيها مجموعة عناصر اسمها الكالاينز أو القلويات. عارف ليه اتسمت كده؟ لأن العرب هم أول ناس استخدموا القلويات في الصناعة من رماد النباتات وسموها القلي. الغرب أخذ الكلمة بزي ما هي بحروفها ونطقها وسماها القالي، واحنا لما جينا تاني رجعنا ناخدها منهم سميناها مجموعة الأقلاء. كمان عندك كلمة زي الكحول، أصلها العربي الكحول. كلمة الجبرة هي الجبر. حتى الصفر اللي قلب موازين الرياضيات في العالم خدوه مننا بنفس النطق، صفر أو زيرو، اللي أصلها كلمة صفر بالعربية. الغرب ما كانش عندهم صفر يا جماعة. الأرقام الرومانية القديمة ما كانش فيها صفر، المسلمين هم اللي دخلوه لأوروبا. ممكن حد يقول لي دلوقتي يا عم انت هتفضل عايش في الماضي، ده كان زمان وخلص. هقول لك لأ، العبقرية دي في جيناتنا فعلا ومستمرة لحد النهاردة. ودور العلماء المسلمين العرب في العصر الحديث لا يقل أهمية. هم بس محتاجين البيئة الصح، ولما البيئة توفرت طلع دكتور أحمد زويل اللي أخد نوبل في الكيمياء باختراعه للفيمتو ثانية، وخلى العالم يشوف التفاعلات الكيميائية كأنها فيديو. وعندك دكتور فاروق الباز اللي كان جزء من تخطيط رحلة أبولو للقمر مع ناسا، وغيرهم كتير جدا من علماء المسلمين والعرب في جامعات العالم ومراكز أبحاث الكيمياء والفيزياء والهندسة. احنا عقولنا ما بتعجزش، احنا بس محتاجين نثق في نفسنا ونوفر المناخ الصح. طيب طالما احنا تاريخنا كده وحاضرنا فيه عقول جبارة، ليه احنا حاسين بالدونية؟ ليه بنشعر بالصغر قدام حضارة الغرب؟ ليه عندنا عقدة الخواجة؟ هقولك السبب إن احنا سيبنا السلاح اللي خلانا سادة العالم
سيبنا العلم ومسكنا في القشور وتخلينا عن وحدتنا وبقينا نستهلك اللي الغرب بينتجه من غير ما نصنعه. وهنا لازم نفتكر الحديث النبوي الشريف اللي بيوصف حالنا النهاردة بدقة شديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف يعني إيه غثاء السيل؟ الرغوة والريم اللي بيبقوا على وش مية الفيضانات، شكلهم كبير جدا وواخدين مساحة كبيرة بس وزنهم خفيف وملهمش قيمة، وأي شوية هوا هيطيروهم. احنا النهاردة فوق 2 مليار مسلم، عددنا مهول، بس للأسف تأثيرنا العلمي والاقتصادي والعسكري مش بنفس عددنا، لأننا نزعنا مهابتنا لما تفرقنا وبعدنا عن البحث العلمي والعمل الجاد، ولما دخل الوهن قلوبنا زي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طيب الحل إيه؟ هل هنفضل نبكي على اللبن المسكوب؟ أكيد لأ. ديننا دين قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قاعدة ذهبية: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا مش بس قوة العضلات، القوة النهاردة هي قوة العلم، قوة الاقتصاد، قوة التكنولوجيا، قوة إنك تكون مبرمج شاطر، أو طبيب محدش زيك، أو مهندس فاهم ومتميز، أو باحث بتخترع دواء جديد. هي دي القوة اللي بترعب العالم وبتخلي كلمتك مسموعة. لما تكون قوي علميا وماديا محدش هيعرف يدوس لك على طرف، وهتعرف تدافع عن دينك وأمتك وعرضك. يا شباب، احنا محتاجين فعلا نرجع نثق في نفسنا. تاريخك مش تاريخ تخلف، تاريخك تاريخ شرف أنار العالم كله. دينك هو الدين اللي أول كلمة نزلت فيه كانت اقرأ. وعشان نرجع لمكانتنا دي خطوات عملية لازم نبدأ بيها من النهاردة. أول شيء، اتعلم صح. مجالك اللي انت فيه سواء طب أو هندسة أو تجارة أو حتى صناعة يدوية لازم تكون قوي فيه، وصحح نيتك في المذاكرة وفي الشغل إنك بتقوي بيها أمتك. تاني شيء، اقرأ في تاريخك. ما تخليش حد يغسل دماغك ويقولك إن احنا مجرد مستهلكين. اعرف تاريخ ابن الهيثم والخوارزمي وعرفهم لأولادك. تالت شيء، الوحدة. نبطل نتخانق على التفاهات ونفكر ازاي نبني مجتمعاتنا وندعم بعض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورابع شيء، اربط العلم بالدين. العلم مش عكس الدين. علماء المسلمين زمان كانوا فقهاء في الدين وعبقرة في الكيمياء والفيزياء في نفس الوقت. احنا مش أقل من حد، احنا أمة قادرة ترجع وتقود العالم من تاني لو قررنا بس نكون المؤمن القوي. لو الحلقة دي أضافت لك حاجة شاركها مع غيرك عشان نغير الوعي مع بعض، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف الحلقات الجاية. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.